السلام البنات. بزاف ديال البنات سولوني على شي طريقه اللي انا كنديرها بالنسبه نعتني بالشفايف ديالي. المهم هذه طريقه غير باش نعتنيو بهم ويرطبوا ويولي فيهم لون مزيان، ماشي شي طريقه اللي كتنفخ ولا شي حاجه ديال المهم شي حاجه بحال هكا. غنبدا معكم، بغيت نوريكم هاد الطريقه هذه اللي بغيت نديرها دابا، قلت نديرها لكم في فيديو باش تشوفوا. انا شخصيا كنستعمل تقريبا 2 مرات في السيمانه، مره في السيمانه على حسب. السكر الاسمر بحال هذا كندير منه واحد الحفينه بحال هكا في ايدي، بحال هكا شويه، حتى السنيده النورمال اللي تكون لونها ابيض حتى هي مزيان. المهم انا عندي هذا هو اللي كنستعمل، نديرها في واحد لاطوز بحال هذه، نخليه هنايا على حسب هذه الوصفه هذه. وكنستعمل زيت اللوز. زيت اللوز اللي كنستعمل هو هذا اللي 100% زيت اللوز. المهم ممكن تستعملوا حتى زيت الكوك حتى هو مزيان، ولا زيت البلديه حتى هي مزيانه. المهم انا كنستعمل زيت اللوز. كندير واحد شويه ديال النقيطات بحال هكا، كنخلطهم بحال هكا مع السكر. من بعد كناخذوا نخليو شويه هذاك الزيت يذوب لينا غير واحد شويه داك السكر، وناخذوا هكا باش ندير واحد السكراب، واحد الكوماج للفم ديالنا باش حيد منه القشور اللي كيكون ولا كان ناشف ولا شي حاجه. كنديرو هكا ونبداو بحال هكا نفركو مزيان، نحكو بحال هكا مزيان باش يتحيد كاع هذاك الجلد اللي كيكون. ديك القشره اللي كتكون وكلشي. المهم انا من الاحسن واحد 3 4 حتى 5 ديال الدقائق نديرو بحال هكا كوماج. انا دابا حقاش غندير فيديو قصير، المهم غير على حسب انايا البنات اللي في لاباج ديالي، ومرحبا بكم. من بعد كنغسلوا فمنا النورمال. انا غنستعمل هاد البونجه هذه اسفنجه، ونحيد بها هاد الزيت وهاد السكر اللي كيكون كله. من بعد كتحسي بانه شواربك تيوليو كتحيد منهم ديك القشره وكيوليو ملسين. المهم هكذا. من بعد اللي مهم بزاف البنات هو ما ورد. من بعد تاخذوا واحد القطينه بحال هذه وتاخذوا ما ورد. انا عندي هذا اللي فيه رشاشه، اما ترشيه ديريكتومون بحال هكا، ولا اللي عنده ما ورد العادي تفزك هاد القطنه مزيان وتدوزها. وما ورد البنات واحد النصيحه، اللي بغات اللون ديال الشفايف يولي مزيان على حسب كل بنت واللون ديال البشره ديالها. انا هكا كيما ديما كانوا هكا، ديما ما ورد في الصباح وفي العشيه، ديما بحال هكا تمسحي بيه شفايفك. ومن بعد ترطبي فمك بشي كريم دو كاكا، بشي كريمه ديال الكاكا ولا اي حاجه. انا عندي هذه ديال زبده شيا بوته، اللي هذه اللي 100% شيا، كنت شريتها من عند واحد السنغاليين كانوا دايرين واحد المعرض وشريتها من عندهم ومزيانه بزاف. كدوزي بحال هكا على فمك من بعد وصافي. هذه هي الطريقه، هذه هي الوصفه ديالي انا اللي كندير والمفضله عندي. ممكن تستعملوا زيت كما قلت لكم، زيت الكوك ولا زيت الزيتون، اي زيت متوفر عندكم، المهم يكون نباتي. هذه هي الوصفه، نتمنى تكون عجباتكم، وان شاء الله الجديد مازال جاي. تهلاو في راسكم وبسلام عليكم وتصبحوا على خير.